النهارده هعمل معاكم حاجة كده بسيطة وطعمها حلو قوي. طبعا الموز متوفر حاليا دلوقتي. والموز حلو جدا، موز بلدي وطعمه حلو. ورخيص في السوق، مش غالي. انا دلوقتي جبت قالب زي ما انتم شايفين كده، وممكن تستخدمي صينية عادية جدا، مدورة، على حسب المقاس اللي انت عايزاه. بس كل ما بتكبري في المقاس كل ما انت هتكتري في الموز. هتحطي في الصينية من تحت موز كده زي ما انتم شايفين. تمام. وانا جهزت الخلاط بتاعي وحطيت فيه 3 موزات مع شوية لبن وشوية مية وسكر، وهبتدي ان انا اضربه وهقول لكم هنعمل ايه. انا دلوقتي ضربت العصير بتاعي مع اللبن والسكر والموز. حطيت هنا 5 معالق من النشا، وهبتدي ان انا اضرب فيهم علشان هحطهم على النار. انا دلوقتي حطيت الموز والنشا واللبن بالميه والسكر اللي انا ضربتهم مع بعض، حطيتهم دلوقتي على النار. طبعا هيبتدوا ان هما يتقلوا معايا. خلي بالك لازم تقلبي كويس قوي علشان ما يكلكعش معاكي من تحت. تمام. دي هتبقى مهلبية الموز. تبقى طعمها حلو قوي، بدل ما انتي بتعملي مهلبية برتقان، مهلبية بالجزر. هنغير شوية ونعمل مهلبية بالموز. وزي ما انا قلتلكوا الصينية انا فرشاها بالموز من تحت، وابتدي ان انا دلوقتي اقلب في الحله معايا عشان خاطر ما يكلكعش معايا. واول ما يتقل هبتدي ان انا اصب في الصينيه بتاعتي. انا دلوقتي اهو زي ما انتوا شايفين كده ابتدى ان هو تقل معايا. انا عايزاه التقل ده كده. تمام. هنبتدي بقى ان احنا نقفل عليه ونستنى ان هو يبرد، وبعد كده هنصبه في القالب. الجمال ده كله خلصته اهوت. طبعا انا صبيت المهلبيه بالموز معانا في القالب اللي انا عاملاه. طبعا انت على حسب الصينيه اللي انت عايزاها. وحطيت من فوقيها كده الموز شرايح. وبعد كده هتبتدي ان انت تغطيها بكيس او ستريتش، وهتحطيها في التلاجة. يا ريت تعمليها من بدري عشان خاطر تبقى متماسكة كده ويبقى طعمها حلو. جربيها وهتعجبكم جدا جدا، وطعمها حلو قوي. وتغيير من كتر المهلبية اللي احنا بنعملها يعني، نشكل شوية مهلبية بالبرتقال، كاستر، الكلام ده كله. غيري. وبعدين الأطفال اللي هم ما بيحبوش الموز انت ممكن تعملها لهم، وممكن ما تحطيش الموز من فوق الوش. ممكن تقطعي فراولة وتحطها لهم فوق الوش بدل الموز. وممكن ما تحطيش موز برضو من تحت علشان خاطر اللي مش بيحب الموز يبقى عارف ان هو ده مش موز. طعمه طبعا بيبقى النكهة بتاعته يعني بتبقى مختلفة شوية. بتحسي برضو بالطعم الموز بس عشان خاطر النشا والسكر، فاللي ما بيحبش الموز هيحس بنكهة مختلفة. جربيها وان شاء الله تعجبك، وبألف هنا والشفا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش طبعا اللايك بتاعكم الحلو، القلوب بتاعتكم الجميلة، الشير بتاعكم الحلو. يا ريت تشيروا كل اي حد يشوف الفيديو يا ريت يشيروه لكل اصحابهم وكل المواقع. ويا ريت بقى تكتبوا لي تعليقات حلوة كده وتقولوا لي ايه رأيكم في الفيديوهات بتاعتي.